البيض، هذا من الكروازين كان مرض بزاف. المهم هاد الجوج هادو اخوتي عزلتهم هنايا تنشوفوا واش غادي يصلحوا ولا لا. صراحة غبرات بزاف حتى اليوم عاد بيضات هاد البيضة هادي هنايا. وبالنسبه للعشاء ديالنا اخوتي هي هادي دابا كما كتشوفوا راه وهاد الرياض راه كنعاون به غير على العلف، يعني راه ما غاديش يبقى ديما العلف. المهم راه هادشي بداو كيدابزوا اخوتي، راه تعطلت عليهم واحد شويه. واش الخوات، السلام عليكم، نتمنى كاملين تكونوا بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد وفلوق جديد ويوميات الدجاج عاوتاني اخوتي. اليوم ان شاء الله راه قدينا واحد العشاء غادي نبارطاجي معكم، وغادي نبارطاجي معكم الدجاج ديالنا ونوريكم التغييرات اللي وقعوا عليهم. وراه كانوا صراحه مرضو ديال الفلاس كما شفتوا معنا، راه مرضو ديال الفلاس اخوتي، وغادي نوريه لكم، غادي نوري لكم الفلاس اللي كانوا مرضو. ولكن نتوما محبين الدجاج وعشاق ديال الدجاج اخوتي، اجي نوريكم الدجاج ديالنا واجي نوريكم كيفاش كنعتني بهم وشنو الماكله اللي كنعطيهم. وما تنساوش واحد لايك كومونتير بارطاجي مع الفيديو مع صحابك. المهم يلا قديت لهم دابا الوجبه الصباحيه وراه كنسمعهم دابا كيغوتوا، يلا نعطيوها لهم حيت صراحه ضرهم الجوع وراه بداو كيغوتوا. سير. المهم راه هادشي بداو كيدابزوا اخوتي، راه تعطلت عليهم واحد شويه ضرهم الجوع ديال. المهم غادي نقسموا لهم هاد الوجبه هادي، حيت دابا كنقسم لهم حيت كيدابزوا، كندير لهاد الكروازيين وكندير الاخرين عاوتاني تا هما. الدجاجه ديالكم جيتي تنحط الاخرين كيمشيو ياكلوا لهم تا هما. المهم نحطو حتى لهادو اخوتي، اجي رجع لهنا خليهم ياكلوا ديالهم. صراحة الوجبة ديال الصباح إلا كنتي كتعطيها لهم ديما في الوقت وتعطيها لهم في الصباح بكري، راه كتعطي واحد النتيجة وفعالية 100%. كاين اللي كيصحاب ليه أنه يدير الدجاج بحال هكايا ويعطيه وقت ما بغا وما يعطيهمش صافي ويخليهم الوقت اللي عطاهم هي هذيك، الوقت اللي ما عطاهم لا خوتي. باش تربي الدجاج ديالك ويكون في صحة جيدة وصلت لك الشيء اللي بغيتي، راه خاصك تعتني به. إلا ما اعتنيتيش راه غير ما تقربش للدجاج. خاص ديما الدجاج ديالك الاعتناء والنظافة والماكلة في الوقت. الا لاحظت واحد الحاجه اخوتي، هذا الفلوس هذا هو بوحدو اللي بقى صغيور بحال هكايا، والاخرين راه تقدروا طوالو ما شاء الله كبروا واحد شويه، هذا بقى صغيور بحال هكايا ما عرفناش السبب. الماكله كياكل مزيان وهو بقى صغير وبحال هكايا وقصير كما كتشوفوا ها انتم. المهم دابا غادي نخليهم ياكلوا على راحتهم ويكملوا الوجبه ديالهم، ومن بعد غادي نجيو نظفوا لهم ونجمع لهم هادشي كامل. حيت صراحه في هاد الحراره هادي راه وليت كنظف لهم يوميا، يعني مع هاد الحراره هادي راه خص النظافه تكون يوميا، يعني وليت كنظف لهم يوميا ضروري، وليت كنظف لهم. المهم نجمع لهم هادشي كامل، من بعد ان شاء الله غادي نقطعوا لهم الوجبه الثانيه ونقدوها لهم ونبارطاجيها معكم، وغادي نوريكم حتى العشاء شنو قدينا فيها ان شاء الله. المهم دابا غسلوا الوجبه ديالهم الصباحيه، راه كلاو دابا وجاو لهنايا تكاو في الظل. المهم دابا حنايا غادي ندخلوا غادي نضيفوا لهم داكشي حيت النظافه ضروري. من بعد غادي نبارطاجي معكم العشاء، حيت صراحه هضرنا فيها شي اصلاحات وهما اللي خلاوني هاد العشاء هادي هي خلاتني انني نغبر وما نحط لكم حتى شي فيديو هاد المده هادي. المهم غادي نوريكم الاصلاحات اللي درنا وراه قدينا فيها شي حوايج غادي نبارطاجيهم معكم. ويلا دابا نضيفوا لهم حيت النظافه ضروري.
الدجاجة ديالنا لقيناها مبيضة اليوم، واحد البيضة واخا صغيرة هنايا كما كتشوفوا. وصراحة أنا الدجاجة هادي ما عرفتش مالها دابا تقريبا شي 10 أيام دابا هادي تقريبا ما بيضاتش حتى اليوم، عاد لقيت عندها هاد البيضة هادي وما عرفتش صراحة مالها. يعني كتبيض مرة وكتمشي مدة كتقطع، عاد عاوتاني كتبيض بيضة ولا جوج وكتمشي عاوتاني. صراحة غبرات بزاف حتى اليوم عاد بيضات هاد البيضة هادي هنايا كما كتشوفوا، وما عرفتش السبب ديالها ها نتوما. المهم دابا غادي نبداو نقيو هاد البلاصة هادي كاملة، حيت كما كتشوفوا هنايا راه موسخة، وصراحة غبرت عليهم واحد شوية صافي توسخات ليهم هاد العشة هادي. المهم دابا إن شاء الله غادي نبداو النظافة ديالها، والنظافة ضروري، حيت دابا هاد الوسخ هذا خوتي حاشاكم، هاد الوسخ هذا فاش كيبقاو كيكتر كيبقى يتكونوا دوك الحشرات، ودوك الحشرات راه مضرين للدجاج. يعني النظافة خاص ضروري يوميا ومؤكدا ضروري. واخيرا سالينا النظافه. عرفتي صراحه هضرنا واحد شويه ديال التمارات تمايا، عينا واحد شويه، ولكن ماشي مشكل يستاهلوا اخوتي. دابا مهم هنايا راه جبت لهم شويه ديال الربيع، غادي نقطعوه لهم وغادي نقدو لهم الوجبه الثانيه ان شاء الله ونعطيوها لهم. كما شفتوا اخوتي، فاش كان عندنا بيكو كان هو اللي حكم هاد العشاء هادي، حيت هو كان هو الكبير وكان كيضرب الدجاج. دابا راه ما بقاش عندنا اخوتي، بيكو مشى بحالو، هذا هو اللي غادي يولي بلاصتو ان شاء الله، حيت هو اللي كبر في الفلاس ديالنا. منين جبتهم كانوا صغار، شوفوا ما شاء الله قداش ولا على هذا الحجم هذا، اللهم بارك اخوتي. وراه تا هو كيضرب هاد الفلاس ولا كيضرب الدجاجه. يعني هو اللي ولا قبيح في هاد العشاء هادي، هو اللي غادي يحكمها. وما تنساوش تقولوا لي اخوتي اش من سميه نديروا ليه، كما سمينا بيكو وقع عندنا تمشى اخوتي، ماشي مشكل، خيرها في غيرها. ما تنساوش تقولوا لي اش من سميه بغيتو نسميوه. وشوف اخوتي قداش ولا ما شاء الله، راه كنتم جبتو غير كنت جبتهم غير فلات الصغار، شوفوا ما شاء الله الحجم ديالو دابا قداش ولا. ما بقى ليه والو، غادي يولي قد بيكو ان شاء الله. خاصو غير ياكل مزيان العنايه ان شاء الله، راه غادي يولي قد بيكو، غادي يولي كبر من بيكو ان شاء الله اخوتي. ها انتم شوفوا ما شاء الله. وحتى دوك الفلات ديال خالد السلالات راه كبروا واحد شويه كما شفتوهم. يعني راه النتيجه غاديين ليها ان شاء الله، الحمد لله اخوتي. ها انتم المهم هذا هو الربيع ديالنا اللي غادي نقطعوه هنايا، مخلط فيه شويه ديال البصله وشويه ديال الخس. وهما راه سديت عليهم هنايا، حيت ما غاديش يخليوني نقطع عليهم، حيت كنبدا نقطع كيبداو يتخاطفوا تيزلعوا داكشي. المهم سديت عليهم هنايا تنساليو. المهم هاد الربيع هذا نبداو نقطعوه طرافي صغار، حيت ما باقيين واحد صغار واحد شويه. يعني تيكبروا غادي نبدا نقد لهم الربيع مزيان. المهم دابا غادي نقطعوه غير طرافي صغار. وصراحه هاد الربيع راه عزيز عليهم وراه تيعجبهم. وهاد الربيع راه كنعاون به غير على العلف. يعني راه ما غاديش يبقى ديما العلف راه العلف مكلف اخوتي. يعني الا بغيتي دير الدجاج خاصك ديما تشوف شي بديل تبقى تعاون به. الا بقيتي غير على العلف راه مكلف بزاف. المهم راه قسمت لهم هاد الربيع هذا، يلاه نعطيوه لهم، حيت راه شموا عرفتي ولا راه ولاو كيتجاراو. بسم الله، شوف كي غيديروا عليها اخوتي باش تعرفوا عزيز عليهم الربيع.
ولكن واحد الحاجة خوتي، الكتاكيت كانوا مرضوا ليا. كاين عندكم هاد البيض هذا من الكروازين كان مرض بزاف. غادي نخليكم مع الفيديوهات ديالهم فاش كانوا مرض. المهم هاد الجوج هادو اخوتي عزلتهم هنايا تنشوفوا واش غادي يصلحوا ولا لا. المهم كاين عندنا هذا، وحتى هذا حتى هو بانت عليه العلامات صافي، وانا نحيدهم بجوج. المهم هذاك الكربوازي وهذا خوتي حيدتهم لهنايا وعزلتهم على الدجاج نشوفوا واش غادي يصحوا ولا لا. عطيتهم الدواء، عطيتهم شويه ديال الثومه، نشوفوا واش غادي يصحوا ولا لا. وصراحه انا خوتي ما عرفتش دابا واش صحا ولا لا. المهم درت لهم الدواء وكلتهم شويه ديال الثومه بحال هكاك، ودرت لهم حتى الدواء حتى هويا. ومهم غامرت وديتهم من هنايا. المهم كانوا دوزو نهار، حيدتهم من القاطع وخليتهم نهار، عطيتهم الدواء ديالهم حتى برا واحد شويه صافي، وانا نرجعهم لهنايا. وبالنسبه للاعراض اللي كانوا فيهم، هو انه فاش كنت كنهزهم بحال هكايا كانوا كيفيبريو كيترعدوا. الجسد ديالهم كان تيترعد كامل. صراحه ما عرفتش شنو اللي كانت بقاتهم، وما عرفتش ان المرض منين جاهم. يعني الدواء ديما كنعطيهم الدواء، كنعطيهم الثومه والبصله على حساب الوقايه. ما عرفتش منين جاتهم هذا المرض هذا، وكنتمنوا انهم يتشافوا وما يمرضوش لينا القطيع يا ربي. وراه هما هادو. كاين هذا اخوتي هنايا كما كتشوفوا من الكروازي، وكاين هذاك ديال خليط السلالات غادي نوريه لكم. كاين هذايا، هذا ديال خليط السلالات. وصراحه ما عرفتش السبب. المهم اللي عارف النوعيه ديال هاد المره دي يكتبوا لنا اخوتي، ولا كان شي دواء يكتبوا لنا حتى هو، الا كان شي دواء فعال يكتبوه لينا حتى هما. يعني الاعراض ديالهم انهم كيبقاو جالسين. المهم غادي نخليكم مع الفيديو. تيبقاو جالسين بحال هكا، ما كيتحركوش، ما كاينش داك النشاط بحال الاخرين. وفاش كنشدوهم في يدي كيبقاو يترعدوا. يعني اللي عارف النوع ديال هذا المرض هذا، اللي عنده شي دواء يكون فعال، ما تنساوش تكتبوا لنا في الكومونتيرات. وبالنسبه للعشاء ديالنا اخوتي، هي هذه دابا كما كتشوفوا راه كبرناها واحد شويه. في الاول كانت حاضره، كانت محذوره واحد شويه وكانت تضرهم. وحتى انا فاش كنبغي ندخل ليها كتبقى تقيسني الكتاف وكذا. المهم دابا كندخل ليها مرتاح، كنعطيهم الماكله، كنشطب لهم، يعني ما كاينش مشكل. وراه درنا فيها التغييرات. يعني كما كتشوفوا درنا هاد اللعيبات هادو اللي غادي تعطيهم واحد البروديه. وراه هادو هما التغييرات. ها انتم كما كتشوفوا راه ما كانش بحال هكايا من الاول. المهم قدينا ليهم مزيان، واخا كاين المي كامل فوق، ولكن هاد اللعيبه هادي والكرتون درتها هادي ودرت الكرتون، وراك تعطيهم واحد البروديه يعني احسن من الاول. دابا راه ما كايناش السخونيه عليهم بزاف، واجي نوريها لكم دابا من الداخل. المهم دابا راه مبرده عليهم هنايا، والقضيه راه مزيانه، يعني عاجبهم الحال. دابا راه مبرده عليهم. قبل فاش كانت غير الميكاب بوحدها راه كانت تسخنهم ديال بصح، وكانوا النهار كامل هما غير حالين فمهم هنايا. ومهم راه السخونيه راه كضرهم اخوتي. المهم دابا راه قديناها ودرنا عليها هاد الاصلاحات هنا كما كتشوفوا. المهم تخليو لي الراي ديالكم كيفاش جاتكم العشاء ديالنا او السجنه ديال الدجاج اللي صايبنا. واحد الحاجه اخرى، اش نتبعوا اننا نفرشوا لهم في الارضيه على حساب الشمس وما تكونش مضره لهم. اش نتبعوا اننا نديروه في الارضيه، واش نجاره، واش التراب، واش المهم شنو هي الحاجه اللي مناسبه لهم في الوقيته ديال الصهد وديال الشمس. المهم تخليوها لي في الكومنتيرات الاخوان. ايوا دابا غادي نعطيهم واحد شويه ديال الديسير باش يتبردوا فيه، حيت كاينه الحراره. هادشي عزيز عليهم الديسير، غير كنحط لهم الديسير كيبغيو يتخاطفوا عليه. المهم نقطعوا ليهم. عرفتي واش عمركم شي واحد كيعطي للدجاج سويله من غير انا اخوتي؟ تيراتي الحماق. عزيزه عليهم السويله. هانت سير روح حقك ليه، سير. لهنا غادي يكون وصلنا للخير ديال الفيديو ديالنا اخوتي. من صراحه ما سقيتش بكم. ومهم كما شفتوا اليوم عشوا معنا يوميات ديال الدجاج، وكلناهم، عطيناهم الماكله، نظفنا لهم، ووريتكم العشاء الجديده اللي صاوبنا اخوتي. ما تنساوش تقولوا لي في الكومنتيرات كي جاتكم، واش زوين ولا ما زويناش. وما تنساوش تقولوا لي شنو غنديروا في الارضيه. وريتكم الدجاج ما شاء الله راه كبروا واحد شويه. وريتكم الفرق ما بين الاول، ما بين النهار الاول والنهار دابا راه كبروا واحد شويه، زادوا تكبروا واحد شويه. وريتكم الفلات اللي كانوا مرضوا ليا. وما تنساوش تقولوا لي اشنو النوع اللي غادي يكون زعما قاسهم، ولا كان شي دواء فعال ما تنساوش تكتبوا لي اخوتي. وحتى لهنا غادي نكون وصلنا للخير ديال الفيديو. ما تنساوش غير تهلاو في راسكم. بيس اند لاف، ونتلاقاو في شي فيديو جديد وشي بلوج جديد. ما تنساوش غير تهلاو في راسكم. تهلا.